السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطه مع كريمه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. لا فيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم حريشات في الفرن بدون سميده وكذلك بدون دقيق ابيض، فقط بيضه واحده كيجيو رائعين هشاشين معلكين. كنصحكم اخواتي تجربوهم، وكالعاده لا عجبكم هذا الفيديو كنتمنى انكم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وانتقلوا باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات عندي هنايا بيضه، مكونات اللي سهلة أخواتي في متناول الجميع. كذلك غادي نضيف نصف كأس من السكر، طابعة العبار بالكاس ديال العنبة، وأكيد المقادير مضبوطة غنخليها لكم في صندوق الوصف. هنا كذلك غادي نسم هاد الحريشات بكيس من السكر فانيليا، ممكن كذلك تنسموه بقشور من الحامض. صافي. كذلك هنايا غادي نزيد رشة من الملح لتصحيح الذوق. نخلط هاد المكونات مزيان. ضروري نخدموا البيض مع السكر تنتاكدوا ان دوك الحبيبات ديال السكر دابوا. طريقه سهله اخواتي، كذلك بسيطه، مكونات اللي في متناول الجميع. كنتحصلوا على واحد الحريشات من اروع واسهل ما يكون، مقادير اللي سهله وكذلك طريقه اللي بسيطه. هنا كذلك غادي نضيف نصف كأس من الزيت. نخلط كذلك الزيت مع باقي المكونات. هاد الحريشات هادو سريعا في التحضير، كيتحضروا في الوقيته اللي تحضري فيها الشاي. هنا غادي نسم هاد الحريشات بواحد الياغورت بالنكهه ديال الكراميل، او كذلك ممكن تضيفوا الفاني، ولكن الكراميل كيعطيهم واحد اللون والتعليكه، وكذلك حتى المذاق اللي اكثر من رائع. غير جربوا هاد الحريشات بهاد الطريقه هادي وكذلك المكونات اللي عطيتكم، وانا اكيده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم ويوليو معتمدين عندكم، لانهم صراحه غايه في اللذه. صافي. هنايا كنخدم باقي المكونات مزيان. انا هاد الحريشات هادو كما قلت لكم في بدايه الفيديو بدون سميده. هنا كذلك غادي نضيف واحد 2 ملاعق او 3 ديال الجوز، اللي كيعطي لهاد الحريشات واحد القرمشه، ممكن الاستغناء عليه ولكن صراحه كيجي رائع، غير ديروه. هنا غادي نضيف الكأس الاول ديال الفينو، يعني الفينو ماشي السميده، دقيق القمح الصلب او السميد الناعم. هنا كما كتلاحظوا ضفت كأس من الفينو. بالنسبه للخميره غادي نضيف الكيس الاول. الكيس الاول كما كتلاحظوا معايا ضفته كامل. بالنسبه للكيس الثاني غادي نضيف غير ربع ديالو، ما يعادل 10 ديال الغرامات. صافي. هنايا كنخلط الكل مزيان كما تابعتوا معايا في الفيديو، طريقه اللي سهله اخواتي. هنا كذلك كنضيف الكأس الثاني ديال الفينو، يعني انا ضفت 2 كؤوس بالضبط، وكيجي القوام يعني هو هذاك. وكما كتلاحظوا يعني هاد الحريشات مستعملتش يدي، يعني غير بالخلاط اليدوي فقط. صافي. هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه كما كتلاحظوا. وانتوما ممكن تضيفوا 2 كؤوس او 2 كؤوس وربع او اقل، يعني كتبقى على حسب النوعيه ديال الفينو اللي استعملته. صافي. هنايا كنغطيه هذا الخليط ونخليه تقريبا المده اللي نوجد فيها الفرن، وكذلك اللاطه اللي غادي ندخلها الفرن. هنايا غادي نحضر هنايا الخليط اللي غادي نفند فيه دوك الحريشات. هنايا عندي 2 ملاعق ديال اللوز افيلي، كذلك غادي نضيف 2 ملاعق من الكوك او جوز الهند، ثم كذلك غادي نضيف 2 ملاعق من السميده. هذا هو الخليط اللي غادي نفند فيه الحريشات ديالي، كيعطيهم واحد الشكل وكذلك حتى المذاق. صافي. هنا مباشره من بعد ما خليت داك الخليط يعني يرتاح، هاد اللحظه هذه يعني تشرب داك الفينو ما بقاش خفيف على 180 درجه. صافي. لان ضروري الفرن يكون سخون منين ندخلوا هاد الحريشات باش يتفقعوا ويجوا مشقين.
هنا بالنسبه لهاد الحريشات ممكن يعني تديروا حجم كبير او صغير، هما ضروري يجيو الحجم ديالهم يعني كبير نوعا ما باش يجيو حتى في المنظر زوين. صافي هنا كنشكلو هكا كويرات وكنفندوهم في داك الخليط. طريقه اللي سهله اخواتي، ان شاء الله تجربوا هاد الحريشات وينالوا الاعجاب ديالكم عفوا، لانهم صراحه كيجيو رائعين. صافي هنايا كنستمر تشكيل يعني الحريشات ديالي، ما كياخدوش يعني الوقت بزاف. غتجربوهم اخواتي، انا اكيده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. حريشات اللي كيجيو معلكين، كيجيو مقرمشين على برا، كذلك رطب من الداخل، شي حاجه اللي رائعه للكوتي او كذلك فطور الصباح. وبالنسبه لهاد الحريشات ممكن كذلك تضاعفوا المكونات، ولكن حتى هاد المكونات يعني خرجوا واحد الكميه اللي مزيانه. حريشات اللي ساهلين، خصوصا انهم بدون دقيق ابيض وكذلك بدون سميده، كيجيو رائعين معلكين. انا اكيد لا جربتوهم غادي يوليو معتمدين عندكم. ممكن ديروهم صغار او كذلك ديروا الحجم كبير. وغادي ندخلهم الفرن. طبعا الفرن كما قلت لكم راني مسخناه. منين دخلت الحريشات ديالي للفرن نقصت ليهم النار وضعتهم يعني في لتحت والنار فوق منهم حتى لاحظت ان الحريشات ديالي تشقوا، ثم يعني شعلت عليهم النار من الاعلى تتحمروا خداو ليا هذا اللون. كما كتلاحظوا كيجيو مشقين، كيجيو رائعين جدا. انا اكيده لا جربتهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، لانهم شي حاجه من اروع ما يكون. وكيخرجوا كما لاحظتوا معايا واحد الكميه اللي كثيره، فقط بيضه واحده فقط. كيجيو هشاشين بزاف، كيدوبوا في اليد كما كتلاحظوا. وبالنكهه ديال الكراميل، داك دانيت كراميل اللي ضفنا لهاد الحريشات كيعطيهم واحد التعليكه واحد اللذه. وكذلك داك الجوز اللي وضعنا فيهم حتى هو كيعطيهم واحد القرمشه. جربوا اخواتي هاد الحريشات بالطريقه اللي عطيتكم، والمكونات ما تنقصوا فيهم ما تزيدوا، وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم. لا فيديو ديال اليوم انتهى. كنتمنى اخواتي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وكذلك البارطاج مع الاهل والاصدقاء. والى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفه جديده. دمتم في رعايه الله.